العظيم لا بغيت شي ضمان اجتماعي. اي ضمان اجتماعي ايه باللي انتم تكلمون عليه؟ اي ضمان اجتماعي؟ اي ضمان اجتماعي هذا كتكلموا عليه؟ واش كتضحكوا علينا؟ شنو ضمان اجتماعي؟ احنا مقهورين مسيبين مليوحي، خصكم تساعدونا. واش دابا الناس مثلا جا فيضان ولا زلزال لا قدر الله غنطلبوا حنا نساعدوا ديك الناس الزلزالين اللي عندهم ضمان اجتماعي، اللي ما عندوش ضمان اجتماعي ما نساعدوش. وهذا كتضحكوا علينا، هذا الضحك هذا استهزاء، كيستهزئوا بنا. هاد الناس باقي حاقريننا، باقي كيجيبوا الملاح حنا راه ما كنفهموا والو. ولهذا احنا انا ما يمكنليش ناشد محمد السادس نصره الله واياده. علاش؟ لان محمد السادس عمل لي برلمان وعمل لي حكومه وعطاني حق التصويت. انا صوت على هذه الحكومه هي اللي مسؤوله بيا ماشي محمد السادس. ولهذا كنطلب مع هذه الحكومه تشوف مع هذا القطاع السياحي. ما حنا غير واحد كدو 50 ديال الناس هنا باع متجولين، ما كنعرفوا نعملوا حتى شي حاجه. حياتنا كامله حنا مع السياح، عندنا لغات كنتكلموا بهم كنبيعوا مع السائح. السائح حنا كنجعلوه يشري ديك الارتيزانه، لان الارتيزان باش تبيع السائح خصك تفسر له. ما كاين والو. ملي كانوا الطيار خدامين كانوا كيجيو السواح عندنا، واخا كيجيو في الساتيام وفي الترين وهادي كيجيو حتى هنايا عندنا المدينه. بالحق ملي وقفوا الطيار ما بقى كيجي حتى واحد عندنا. ايوا عندنا الخدامه وعندنا الصوائر يا ربي عالم علينا وصافي. هذا ما نقول، ما كنبيعوا ما كنشريو كنأيلوا جالسين وما عملوا معنا والو، ما عاونونا ما عيطونا ما جاو عندنا ما والو. ساسي مسؤول مازال عندنا غير فتحنا عام وست شهور وحنا مشدودين. غير فتحنا لا غدا في الصباح جابوا لنا الضريبه، عاد مشينا كنجريو وهذا باش نقصوا لنا شويه من الضريبه وديك الشيء هذا. وماشي غير حسب السن ديالنا. ملي كانت المرسى كانت الساتيام كان لاكارد التران كانت المحطه ديال الكيران كان كلشي بايع وشاري. الا كانوا كيقولوا بان هذه الباب ديال افريقيا، فباب افريقيا بصح اي واحد غادي يجي من اوروبا ولا من اي موطع ضروري يجوز من هنا من هذا سوق الداخل كيف ما كان النوع ديالو. دابا هاجروا كلشي، زولوا المقاطعه، زولوا لاكارد التران، زولوا الساتياب، زولوا المرسى، ما خلاو والو. عييت من ساعه تعيب حتى صحابي ولاو في الزنقه كيكون ما تجي كيدور وجهه. علاش عندك نقول له عريني شي 20 درهم. انا وليت كنساعد دلونا دليت انا مركرا كيقول لي خرج لي من داري. الملبنه كتسال، بقال كيسال، كلشي كيسال. هذا هو الواقع. والمدينه القديمه راه هي كتعرف واحد الكساد اقتصادي، وكما كتعرفوا جميع ديال دول العالم من ناحيه ديال هاد كورونا وهذا. هنا المدينه الاقتصاديه، المدينه القديمه كان الاقتصاد ديالها معروف بالسياحه. حنا العامل الاول بالمدينه القديمه كان معروف بالسياحه. السياحه اللي كانت هنايا دابا ملي وقعت الجائحه وملي وقعت هذيك السياح ما بقاوش كيدخلوا، ما بقاوش. يعني هذا السبب الاول ديال الكساد الاقتصادي اللي وقع هنايا في مدينه طنجه. التجار كاملين كيعانيو. اضعف الايمان بعد الماليه ترفض الضرائب بعد المولين الحوانت، حيث هما عندهم العلم بان الناس تضروا في السلعه ديالهم وفي الخدامه ديالهم وفي كل شيء. حنا ما عندنا نعملوا هذا قضاء الله. جاء هذا الوباء حنا راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى، ولكن مادام ما كاينش الدعم ما كاين حتى شي حاجه. بعد اضعف الايمان الدوله تشوف بعدا غير من ناحيه الضرائب بعدا تهز غير الضرر بعدا على هاد الناس ما عندوش باش يخلصوا. حنا كنسمعوا الناس كيقول كاين اللي باع المحل ديالو، كاين اللي الله يحفظ لك كيقولوا كاين اللي حرق راسه ولا ما عرف كيقول كاين كل واحد شنو الظروف ديالو. وتصور دابا نتينا راجل البارح كنتينا كتبيع وتشري، اليوم ما عندكش حتى 5 دراهم باش تخرج تصرفها على وليداتك. يعني هذا واحد المشكل عويص جدا. اقسم بالله العلي العظيم لبعض المرات بايده باش نتعشى ما كنلقاهاش. الظلم هذا الظلم. انا شكون حنايا؟ حنا باش تبغى الرواه. اللهم اعتبك. هادشي بزاف. كنهضر